هو عامل عمليتين غضروف اصلا في ظهره، فالدكتور لما شافه قال له العمليتين الاولانيين خليه ظهرك مش باين فيه اي حاجه، ما اقدرش اعمل لك اي عمليه. ورجعنا من عند الدكتور عندنا يأس يعني، بقينا ماشيين معاه في الشارع بصراحه. فالناس دلونا على دكتور في مصر وقالوا لنا الدكتور ده كويس بيسافر بره وكده، اسمه هاني جميل. فروحنا للدكتور دول وشاف الاشاعات وشاف الحاجات دي، وبعدين قال له فعلا ظهرك صعب ان يتعمل فيه عمليه، بس عموما انا ممكن ادخل بالمنظار واحقن الظهر بتاع حضرتك عشان الوجع، بس لانه كان بيصرخ. كان بالفعل عمل عمليات قبل كده؟ عمل عمليتين غضروف في ظهره، الثالثه ودي كانت صعبه بالنسبه له. تمام. المهم خدنا السحن بتاع العذراء، هو خدت في الكنيسه هنا. تمام. دخلت العذراء وبقيت اعيط لها، والله يا عذراء اشفي عشان خاطر الولاد. حضرتك خدت الزيت ودهنتي بيه؟ خدت الزيت ودهنته، يعني حميته زيت بصراحه. والدكتور قال لي ما تاكلوش حاجه، اديته ازازه شربها. ودخل اوضه العمليات واحنا متصورين والدكتور مش هيعمل اي حاجه غير انه هيحقن الوجع اللي عنده بس عشان يخف مش اكتر. الالم بس اما مش هيتعالج؟ لا لا. تمام. المهم فالدكتور لما دخل اوضه العمليات بالمنظار بيقول لي لقيت الغضروف عباره عن متفتت خالص جدا، يعني ما فيش عمليه اصلا. يعني بيقول لي انا مجرد ان انا شفطت الغضروف ده من ظهره ما عملتش عمليات، جزء في ظهره ما فيهوش اي حاجه. خرج من عند اوضه العمليات ماشي عليه كذا. احمد ربنا ويعني واشكر العذراء على اللي بتعمله معانا بصراحه. طب هل حضرتك ده تجربه شخصيه؟ هل حضرتك مريتي بتجارب اخرى في الكنيسه ان الناس كان جاي عندها امراض؟ كتير صدقيني، كانسر وناس ما بتخلفش وحاجات يعني قريب خالص كان في ناس عند ابونا بولا، واحد جاي كان عنده ملعقه كانسر، فجايب الاتوبيس اجى قدام الباب وما عرفش. فالراجل نزل علشان يسال المكان فين. قابل ابونا بولا، ما كانش من بورسعيد؟ لا مش من هنا. فابونا رشم والرحله ما كانتش لسه اجت، الرحله يعني عدت من قدام المكان لكن ما عرفتش تخش، كان بعيد يركنوا بعيد عننا. تمام. فابونا قابل الراجل ده فورى له التقارير والتحليل كده فرشم، وقال له معلش انا راجل سيدنا ومستعجل. فخلاص رشم الراجل ده. الرحله دخلت ما تلاقيش ابونا، ما رشموش لان ما فيهوش ابونا بصراحه. فمش مسكت، راح يعمل الراجل عمليه، فالدكتور قال له لازم اعمل لك تحليل ثاني. التجربه دي حقيقي صدقيني، ابونا حكينا عليها. فعمل تحاليل ثانيه وحاجات واشعه، الدكتور ما تلاقاش اي حاجه صدقيني. اجى بسرعه على ابونا هنا، هو من مصر على طول. اجى لابونا هنا وجاب له التحاليل القديمه والجديده، قال له بص يا ابونا ده قبل ما ترشمني وده بعد ما ترشمني. وده كله مسجل في الكنيسه؟ اكيد. وكل ده بتقارير طبيه؟ اكيد. ابونا ما بيعملش اي معجزه معانا، كتب هنا لازم الاشاعات والتحليل واسم الدكاتره وكل حاجه طبيه، ده حاجه من الحاجات. كل تقارير طبيه تثبت ان هي ما يكتبش معجزه الا كان كل حاجه موثقه يعني باوراق. كل المعجزات موثقه بالكتب. عندنا 5 كتب وفي 2 في المطبعه لسه هينزلوا. فالعذراء بتكتب كتير قوي قوي للمسلمين صدقيني وللمسيحيين. هل في مسلمين جم هنا وحصلت لهم معجزات؟ صدقيني كتير. وحصلت لهم معجزات بالفعل؟ حصلت لهم واجوا لابونا وقالوا لي اصل العذراء مالهاش دعوه مسيحي ولا مسلم، كلنا شعب واحد يعني ما بتفرقش. العذراء بتحب الناس كلها، مش هتفرق بين مسيحي ولا بين مسلم. انا اعرف واحد برضه اديته الكتاب واديته زيت وما كانش بيخلف وربنا اداله معجزه. الصليب اللي هو خشب مدام برشية البليانة تحت رعاية صاحب النيافة أنبويسة مطران البليانة. أنا من مركز دار السلام محافظة سوهاج، قرية نجوع مازن، كنيسة العذراء جرجس. أنا جاي القاهرة أعمل زرع قرنية وميعاد العملية بكرة في الوطنية التخصصية دكتور رياض فكري دكتور شريف حسني. فأنا قاعد عند أخويا في السويس، فقلت له أنا رايح للعذراء النهاردة عشان أنا واثق وعندي إيمان إن أنا مش هعمل عمليات، وأنا أبونا أهو، أنا واثق وعندي إيمان إن أنا مش هعمل عمليات وميعاد العملية بكرة. فأنا جيت دخلت هنا بشوف أنا حاسس في أنا وضحت له موتوسيكل كده حاسس عينيا تعبين واخد بالك. فأنا عندي إيمان إن العذراء كده هتتدخل وتمد إيدها شفاعتها يعني. احنا بشفاعتها انا جاي وعندي ايمان من جواي ان انا مش هعمل عمليات. انا قصة الداوس رزق ادم، قصة الداوس رزق ادم رسالة 2003 كان اسمه بطرس زمان. ربنا يديك صلوا وانا عندي زرع قرنية بكره. تعرف اسم حضرتك؟ كلير. النهارده
النهارده نزول الزيت وحضرتك جايه، انا عايزه اعرف حضرتك النهارده جايه هي بركة العرض، عشان في الشهر ده اللي بيبقى ذكرى نزول الزيت بينزل الزيت كل فترة. حضرتك كل سنه المعجزة حصلت في الشهر. حضرتك كل سنه بتيجي؟ كل سنة بينزل الزيت في الشهر ده. بص في زيت على مدام منى، احد مواطنات بورسعيد من كنيسه الانبا بشوي اليوم بنزول زيت مقدس للسيده العذراء، حاجه عايز تقولي ايه؟ عايزه اقول ان القديسه العظيمه ام نور مريم بتجمعنا مسلمين ومسيحيين، واحنا عايزين الدنيا تبقى حلوه ومصر تبقى جميله، لان مصر جميله اصلا بالانبياء والرسل والقديسين والقديسات والرهبان ومشوا على ارضها، وعشان كده يبقى فيها السلام دايما رغم اي ظروف ورغم اي حاجه بتحصل. فان شاء الله مطالبين من ربنا انه يتمجد ويبقى في سلام جامد على الارض، بس الفتره يعني الفتره الجايه ان شاء الله متاملين خير في ربنا، وانه هيجمعنا تاني واحنا ما تفرقناش اصلا كمسلمين ومسيحيين. تصوريني ولا لا؟ طب كنت بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، المعجزه بقى لها حوالي 20 سنه ونزول زيت العذراء بقى له 25 لا بقى له 25 سنه 1990 انا مش فاكره التاريخ بصراحه. 1990 قال بقى له 25 بقى له 25 سنه. كنت بس عايز اسال حضرتك على حاجه، حضرتك مداومه على والحصول على الزيت؟ هل وغير يوم المعجزه اللي ما بتخلفش بتخلف، والعيان بيخاف، واللي مكسور بربنا بيشفيه، واللي عايز يعمل عمليه اهو لسه واحد جاي يزورها عشان يعمل عمليه رجع خاف. الحمد لله. يعني هل حضراتكم العذراء ام النور اللي المسلمين والمسيحيين كلهم بيحبوها ست العذراء. طيب هل حضراتكم يعني جيتم قبل كده وكان عندكم مشاكل واتحلت بالفعل؟ طبعا بقوة ربنا ولو صلاتها هي صلي هي. شكرا جدا لحضرتك. الله يخليك يا حبيبتي. وعايزين السلام يتوجد في البلد ويهدي كل عاصي وينور لهم عقولهم ومخهم واذهانهم ويوجههم للطريق الصحيح يا رب. واحنا طول عمرنا عايشين مع بعض يد واحده، ومصر غاليه علينا وبنحبها. ودي نموذج من ودي نموذج لانها مسلمه، الطفله دي مسلمه، فمامتها صاحبتي جدا، كنا نعتبر اخوات، وما بتعب بتيجي تخدمني، هي بتتعب بروح اخدمها. عامله لها كمان مفتاح للشقه بتاعتي، فدي بتنام يعني تقوم مفزوعه من النوم، فقلت لها لبسها لي عشان اخدها اشيلها بالزيت وابونا يصلي لها. قالت لي حاضر، ولبستها وجبتها وجيت. يعني نموذج صغير اهو، ما بال بقى حضرتك يا مدام منى قلتي البنوته ديت مسلمه؟ نعم. ومامتها كان عندها مشكله لا، دي الطفله دي هي اللي تعبانه، بتقوم تنط كده وهي نايمه. تمام. فخفت عليها بصراحه لان انا مربياها، فجبتها لابونا عشان يرشمها بالزيت، عشان يعني نبين برضو ان المحبه عندنا جامده، لان الله محبه، والمسيح علمنا المحبه وعلمنا الاخوه، ما نفرقش بين مسلم ومسيحي لاننا اخوات في الارض. حضرتك اللي مربياها؟ وهي عندها 4 شهور. ربنا يشفيها. مع ان مامتها موجوده. بنت اختي فاهماني؟ فالحمد لله نشكر ربنا، وبنصلي جميعا مسلم ومسيحي ان رب يعطينا السلام على الارض ويديم المحبه بينا، مهما عملوا مهما سووا اللي هم مش عارفين حاجه عن ربنا اصلا. رب هيتمجد ان شاء الله قريبا، وهنبقى اكتر من كده.